يا أخي ابن عثيمين إمامنا وفقيهنا، فقيه الزمان بلا منازع، صفوة التلاميذ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فقيه الدنيا في هذا الزمان بلا منازع، ولا نظير له في الفقه أبدا، ولا تجد أحدا يسقط عليه أو يتكلم فيه إلا بكذب وافتراء. ولوزير الأوقاف المصري أقول: ألست أنت من تجيز زواج المرأة بدون محرمها أو بدون وليها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زواج إلا بولي؟ هو ده كلام تستدل بقول ابن عثيمين؟ لا، أنا أستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست أنت من تجيز زيارة القبور وتجيز عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا تجعلوا قبري بعدي وثنا يعبد؟ أهو ده كلام؟ ألست أنت وولي نعمتك علي جمعة تجيزون التبرك بالقبور، بل وتزورون الحسينيات وتذهبون إلى الشيعة وتؤاخون من يكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألست أنت أهو ده كلام؟ أهو ده كلام؟ تنظرون للشرك بالله ثم تنتقدون ابن عثيمين كذب وافتراء بأنه يكفر علماء الأزهر كلهم. أهو ده كلام؟ أريدكم أن تعادون عداء للحق. وأريد أن أقول: قبل أيام كان هجوم على الفوزان، وقبلها كان هجوم على ابن باز، واليوم هجوم على ابن عثيمين، ولكن والله ليس المقصود لا ابن عثيمين ولا ابن باز ولا الفوزان، وإنما المقصود عقيدة هؤلاء، منهج هؤلاء، مذهب هؤلاء، مسلك هؤلاء. الهدف عقيدة ابن عثيمين ومنهجه ومسلكه. توحيد ابن عثيمين يؤذيهم ويؤلمهم، توحيد ابن عثيمين ودعوته للتوحيد. والحمد لله من بركة دعوة التوحيد والسنة التي يسميها الوهابية ويسمونها ما يسمون، أن ابن عثيمين أصبح يستدل بكلامه في قلب الأزهر معقل الأشعرية. فالحمد لله الذي يعز بالتوحيد من يشاء ويذل بالشرك من يشاء. أظن بأن إخواني ردوا عليك بما فيه الكفاية، وأنا أتيت أخيرا، ولكن عل أحد منهم نسى كلمة فأحببت أن أتداركها. السلام عليكم ورحمة الله.